هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. معلش النهاردة صوتي مش مظبوط شوية، بس صممت ان انا اسجل لكم الوصفة دي علشان الوصفة دي خطيرة 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 خطيرة، هتعجبكم. وبصوا، من جمالها ومن قوامها الناس كلها مش هتصدق ان دي ملوخية ناشفة. لأ، لونها اخضر وطعمها فريش جدا، وطعمها في الواقع صدقوني يعني وهم خطير. انتي مش هتصدقي ان دي معمولة من غير لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، معمولة بالفول النابت عادي جدا. يعني تنفع للناس النباتيين والناس اللي الفيجيتيريان والناس اللي صايمة ومش بتاكل اكل فيه فراخ او سمك او لحمة. بصوا، مفيدة جدا جدا وطعمها خطير، ولما تجربوها انتوا مش هتصدقوا اصلا انها معمولة بالفول النابت. انا جبت الفول النابت وغسلته ونقعته في مية لغاية ما بدأ يطلع لي القرن الصغنن ده اللي انتوا شايفينه. 3 ايام بغير عليه المية لغاية ما بلاقيه كده نبت. بجيب مية وخلاص بقى كده انا تمام، عارفة ان انا كده هبدأ اعمل بيه شوربة النابت، الشوربة التقليدية جدا. بجيب ميه وبحط كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسود، بابريكا، وشويه كده توم حلوين مقطعاهم. وغسلت بقى النابت بعد ما نقعته 3 ايام، وزرع كده الزرعه الصغنونه اللي انتوا شايفينها دي وهحطه. ولو عايزه تحطي بصلايه حطي برضو براحتك، بس انا ما بحبش احط بصل، بحب التوم بس. شايفين التوم كتير ازاي بيديله ريحه وبيوديه في حته، صدقوني بيخليه خطير. انا ما حدش جرب النابت بتاعي الا لما قال لي انت بتعملي احلى شوربه نابت حرفيا. هنا بقى في الجزء التاني انا هعمل ايه؟ هعمل الصلصه اللي هحطها على وش النابت، طشه كده لذيذه. هحمر شويه توم وهضرب حوالي طماطمتين او 3 مش كتير، وهعمل صلصه بالثوم وهحطها على وش النابت. بتاخده في حته تانية خالص وبتخلي طعم النابت خطير خطير بجد. وهتبل الصلصه بتاعتي زي ما انا عايزه، ملح، كمون، فلفل اسود وشويه بابريكا. انتي نفسك من الريحه كده مش هتصدقي. النابت كده بدا يغلي، وهتلاقي كده الفول بدا حجمه يتضاعف، وهنحط له الطشه بتاعتنا. انا هنا بقى عندي الملوخيه الناشفه، انا جايباها نظيفه قوي قوي قوي. هاخد حبه من ميه النابت دي بعد ما استوت، وهدوب فيها الملوخيه الناشفه. يعني انا هدخلهم في بعض عشان يتجانسوا ويعملوا لي خليط، وتحسي كأن قدامك ملوخيه عاديه فريش لسه مخروطه. طب الحركه دي ليه؟ هي دي اللي هتخلي الملوخيه عرق. لما تيجي تغرفي الملوخيه كده تحسيها بتمط معاكي مش مقطعه. فانا لازم الاول اخلط شويه من شوربه النابت مع الميكس اللي انا عاملاه ده. بصوا بعد كده هتأكد ان الشوربة دخلت في كل اجزاء الملوخية، وخلتها لي كده كأنها عارفين ملوخية فريش لسه مخروطة طازة. اهم حاجة ما تبقاش مية قوي، انا عايزاها بصوا هتديني شكل كده العجينة بتاعة الملوخية الفريش. واتأكدي ان كل حتة شربت من الشوربة كويس جدا واندمجت فيها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كده بنظرتك انت هتعرفي تقيمي شويه الملوخيه دول هيدوبوا في قد ايه شوربه. حطي حبه صغيرين وزودي الشوربه حبه بحبه، بدل ما تبقى الملوخيه يعني مش ماسكه نفسها. انا هنا قررت ان انا هاخد كوبايه شوربه بس، ومزجتها مع الملوخيه، وحطيت لها بقى الثوم، وعملت لها طشه بالكزبره والثوم، وعملت لها الطشه بتاعت الملوخيه. صدقوني قلبت الدنيا. بصوا جمالها وبصوا لونها وبصوا قوامها. وفصصت شويه فول نابت وحطيتهم فيه. صدقوني من احلى المرات اللي عملت فيها ملوخيه. محدش صدق ان دي اصلا مش معموله بشوربه لحمه او فراخ. لازم تجربوها وتقولي رايكم. باي باي، واشوفكم فيديو جديد.